مساء الخير او صباح الخير على حسب ما بتشوف الحلقه. هكلمكم عن عرض ساتردي نايت مين ايفنت اللي اغلب الناس شايفاه ان هو عرض محشور في النص كده ملوش اي لازمه، بس دبليو دبليو اي مخليه ان هو ممكن يطلع منه حاجه. فتعالوا نقول توقعات وايه اللي ممكن يحصل في الاحداث بتاعه العرض. ما تنسوش بقى اللايك والشير والسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس، ويلا بينا. نتكلم عن اول ماتش معانا، وهو ماتش سامي زين وسي ام بانك قدام سيس رولانز وبرون بريكر. اول ماتش تاج تيم هيتلعب بين سيس رولانز وبرون بريكر مع بعض، فلازم الفريق ده والاتحاد اللي بين سيس رولانز وبرون بريكر لازم يكسبوا بذات اول ماتش. ما ينفعش يقعوا لان هما لسه بيتبنوا، فالعصابه دي لازم هيكون ليها حل او طريقه هتكسب بيها. ممكن بقى بسبب تدخل بول هيمن ان هو يشتت سي ام بانك فيتشغل معاه، لان خلاص سي ام بانك مبقاش طايق بول هيمن، وساعتها اللي يضرب فيها سامي زين وهو اللي يتثبت وياخد 3 عدات. يا اما يحصل توقع وهو ان سامي زين ممكن يقلب هيل ويقلب على سي ام بانك وينضم ساعتها للفريق بتاع سيس رولانز وبرون بريكر، وساعتها هنعمل ايفولوشن جديد يبقى الاربعه سامي زين وسيس رولانز وبرون بريكر وبول هيمن. بس لحد دلوقتي سامي زين مش مدي اي مؤشرات خالص ان هو ممكن يقلب هيل، بس بصراحه لو حصل هتبقى مفاجاه جامده جدا، لان في اخبار طلع كمان من قبل راس المنيا بتقول ان سامي زين هيقلب هيل، بس طبعا ما حصلش خالص، ولا سامي زين اصلا بيدي بوادر ان هو ممكن يقلب هيل، فدي صعبه. بس توقعي النهائي للماتش ده وهو فوز فريق سيس رولانز وبرون بريكر. واروح الماتش اللي بعده اللي هتكلم عنه، وهو ماتش القوي جدا ديميان بريست قدام درو ماكنتاير جوه قفص الستيل كيج. ده اللي هيبقى فعلا اقوى واحلى ماتش في العرض كله. بس السؤال، مين اللي متوقعين ان هو ممكن يكسب او يخرج كسبان من الماتش ده؟ اغلب السيناريوهات والبناء كله في العداوه دي كان رايح لدرو ماكنتاير، حتى برضه في راس المنيا اللي كسب برضه، حتى برضه الماتش بتاعهم في عرض راس المنيا اللي كسب هو كان درو ماكنتاير. فالمره دي بسبب البناء اللي كله رايح لدرو ماكنتاير، المتوقع ان هو اللي يكسب هو ديميان بريست. بس بصراحه لو ديميان بريست كسب درو ماكنتاير هيقع وقعه وحشه، وفي نفس الوقت برضه ديميان بريست محتاج انه يكسب، فهي معضله صعبه الصراحه. فالماتش ده لازم يطلع الاثنين مرضيين، فممكن في الاخر ديميان بريست يكسب بالهروب بحيث انه يحافظ على هيبه درو ماكنتاير بان هو يتثبت، او ان الاثنين يخرجوا مع بعض في نفس الوقت، وبس العداوه ساعتها تبقى لسه عايزه تكمل. فعشان كده ان الواحد متضايق ان هو مش عايز حد فيهم يخسر. بس عامه التوقع النهائي كله رايح لديمين بريست ان هو اللي هيكسب في العداوه دي، وان المفروض ان الماتش ده هو الماتش النهائي ما بينهم. بس كده نروح بعد كده الماتش جون سينا وارتروس، الماتش اللي محدش فاهم هم عايزين مننا ايه، ولا ايه العبث اللي هم عايزين يعملوه، يعني محدش فاهم الصراحه، بس كل متوقع ان جون سينا هيكسب اكيد. فاللي هو احنا عايزين نفهمه من الماتش ده هو الغرض منه، يعني ان هم بيفكرونا بذكريات جون سينا وعداواته في 2011 وشخصية ارتروس بقى وليتل جيمي والناس دي، ولا ايه الدنيا؟ الحاجة التانية بقى ان هو اصلا الماتش بتاع ارتروس وجون سينا مش على اللقب، فهنا الحركة اللي عاملاها دبليو دبليو اي دي تخليك تفكر هو ممكن اصلا في الماتش ده يطلع كودي رودز ويكون السبب في ان هو يخسر فارتروس هو اللي يكسب، فعشان كده مش حاطينه على اللقب. والله وارد، من الاخبار خلاص بتقول ان كودي رودز راجع. طب هل يا ترى اصلا ممكن يزودوا في العبث شويه ويخلوا ارتروس وجون سينا يطولوا في العداوه بتاعتهم؟ يعني اتمنى انها ما تحصلش الصراحه. وكمان يعني بعدها باسبوعين داخلين على عرض ماني ان ذا بانك، وبسبب ان عرض ساتردي نايت مين ايفنت ده محشور في النص، فالدبليو دبليو اي مش عارفه تبني العرض ماني ان ذا بانك. فعامه برضه هنروح لاغلب التوقعات اللي بتقول ان جون سينا هو اللي هيكسب، الا اذا حصلت مفاجاه في النص وظهر كودي رودز. نروح بقى الماتش المين ايفنت مع المين ايفنت جي اوسو قدام لوجان بول. يا الله، انتوا عايزين مننا ايه؟ هو في ايه؟ انتوا جايبين هنا عشان تهزقوني ولا ايه؟ بصوا احنا خلينا متفقين بشكل مبدئي ان لوجان بول لعبه حلو، جي اوسو لعبه حلو كمان، بس السبير بتاعته يعني دي يا ريت ما اشوفهاش بجد. يعني الحركه اللي بيعملها دي حرام عليك. كده كده كلنا عارفين ان اصلا جي اوسو هيطلع كسبان، لان لوجان بول مش هينفع ياخد اللقب لان هو بيغيب كتير وكمان يوتيوبر، فجي اوسو كسبان لانه اصلا كمان هيكمل عداوته مع جونسر. جي اوسو مهم للاداره بسبب ان هو بيبيع واليد بقى والتيشيرتات بقى والدنيا دي، وكمان بقى عشان محبوب بين الاطفال، فاللي هو انت لازم تبقى مجبر عليه انك تشوفه. معرفش هو مستمر باللقب لحد امتى، بس يا ريت نبطل عبث شويه يا عم بخ بقى انت. وكده خلاص بقت محسومه النتيجه النهائيه، فوز جي اوسو واحتفاظه باللقب الورلد هيفي ويت تشامبيون. وبس كده خلصنا، وان شاء الله عرض ساتردي نايت مين ايفنت يكون عرض كويس ونشوف فيه مفاجآت. سلام.